بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال ودوام الصحة والعافية للجميع. في هذا الفيديو راح نوري لكم كيفاش نخزنوا صلصة الطماطم لمدة سنة. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة راح نغسلوا الطماطم جيدا 3 مرات نغسلوها. من بعد ما نغسلها راح نضيف عليها 2 ملاعق، حوالي 2 ملاعق كبار من الخل، ونخليوها لمدة ربع ساعة. بعد ما نظفتها جيدا راح نجيب كسرونة اللي راح ندير فيها الصلصة تاع الطماطم ونقطعها بهذا الشكل الموضح أمامكم. هذا الصلصة تاع الطماطم راح تقعد معكم لمدة عام بدون مجمد وبدون ثلاجة. تقدري تحطيها في البلاكار وما يصرالها والو. نشوفوا مع بعضنا الطريقة وكيفاش نديروا باش هكا تقعد لنا عام كامل. هنا كمية طماطم يعني ماهيش منتشني وزنتها، يعني خذيت كمية فقط. وكنت مدايرة فيديو اللي فيها كيفاش نديروا معجون الطماطم. هكا رانا في موسم الصيف وتكثر فيه طماطم بزاف. استغلوا هذا الموسم وديروا معجون الطماطم، وايضا نديروا صلصه الطماطم. وكاينه بزاف ايضا الحميص. راح نوري لكم بزاف حوايج تاع هاد الطماطم. راح نحطها على النار من بعد ما تتغلى وطيب لنا الطماطم. شوفوا كيفاش طلقت الماء تاعها. هنايا انا ما حطيت لها ولا قطره تاع ماء، هذا كامل الماء تاعها. هنايا كي طيب لنا الطماطم وتنشف شويه من هذاك الماء، راح نجيب الخلاط الكهربائي اليدوي، او اذا كنتي تحطيها في الخلاط لازم تخليها حتى تبل. شوفوا القوام تاعها. دركا راح نصفيها من الزريعه ومن القشور اللي فيها. انا متعوده كي ندير المعجون تاع الطماطم نجيب السيار هذاك الكبير ونجيب القصعه من تحت ونصفيها في السيار دفعه واحده، بلا ما ندير هذه الصفايه اللي هي شويه صغيره وتعطلني وتاخذ لي الوقت. اللي عندها السيار دير بالسيار. انا حبيت هنايا كاين بعض ما عندهم السيار، حبيت نوريكم بركه باللي الصفايه ايضا نديروا فيها. وراح ندير لكم معجون الطماطم بطريقة بسيطة جدا أيضا. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي خلينا حين نديروها. وهذا البذور والقشور اللي نحيتها راح نعاود نرجع هذا الصلصة تاع الطماطم، نعاود نرجعها في الكاسرونة باش تتغلى لي شوية ونتحصل على القوام يكون شوية كثيف. هنايا بعد ما تغلات حتى نوصلوا للقوام كما قلت لكم المطلوب اللي هو يكون شويه كثيف. وتشوفوا هنا تلاحظوا هنا الفقاعات بزاف، هنا كترها الفقاعات بزاف. هنايا طفيوا عليها. شوفوا هذا هو القوام اللي نحوسوا عليه تاع صلصه الطماطم اللي نديروها في البيتزا ونديروها في كامل الوصفات تاعنا. راح نضيف هنايا الملح. الملح راح نضيف 2 ملاعق. هنايا الملح حسب الطماطم اللي درتي، حتى ولو كثرتي الملح وكنتي خايفة كي تستعمليها وتستعمليها في الطبخ ما تكبش الملح، نقصي الملح. هنا راح نغلي القارورات اللي راح نحط فيهم، وما لازمش تكسيهم نهائيا بيديك. راح نهزهم غير بالشوكة او باي حاجة تهزيها. يعني بهذا الشكل. وراح نفرغ صلصة الطماطم في القارورات تاعي اللي جات
عفوا. صلصة ما شاء الله، وجات تهبل تهبل، عجبتني بزاف. هكا اختصار الواحد يكون في وقت شتا، يكون عيان البرد مش قادر يخرج باش يشري طماطم، ديريها في الصيف وهني روحك وحطيها في الثلاجة او حطيها في البلاكار. منين تحتاجي جبدو واستعمليها مباشرة، تجيك طريقة سهلة وبسيطة بلا ما تولي تقشري طماطم وبلا ما تولي تعاودي ترحيها في الخلاط. هذه وصفة سهلة سهلة جدا جدا. نتمنى انكم تجربوها، وايضا نتمنى انكم تدعموا قناتي ليصلكم مني كل جديد، وما تنسونيش بالبرتاج. بارك الله فيكم. بعد ما عقمنا القارورات وحمرنا الصلصة تاع الطماطم، الخطوة الثانية راهي ضرورية جدا للتعقيم، وأيضا باش تقعد لنا الطماطم لمدة عام بدون مجمد وبدون ثلاجة. هنايا راح نعاود بعد ما أغلقوهم مليح، تتأكدوا من أنهم مغلوقين مليح، ونحطوهم يتغلاو لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ومن بعد نخرجهم ونقلبهم بهذا الشكل. إذا قلبتيهم بهذا الشكل وخرجت منك الصلصة، عاودي راكي ما قفلتيهمش مليح، عاودي قفليه مليح. هذه الخطوة أيضا ضرورية لأن راح تخرجنا الهواء كامل اللي موجود في صلصة الطماطم. كانت هذه طريقتي في تخزين الطماطم لمدة عام كاملا دون ثلاجة ودون مجمد. تحطيها غير في البلاكار وتقعد لك عام كامل، وسهلة انك تحضري بها صلصة البيتزا وكل الصلصات اللي تحتاجيها في الطبخ او في الوصفات. نتمنى انه هذا الفيديو نال اعجابكم ورضاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.